ازاي تحقق ملايين من مشروع قطع غيار السيارات للبيع المباشر للتجزئه. هنتكلم النهارده عن مشروع من اقوى المشاريع اللي ممكن تستثمر فيها وبيحقق ارباح كويسه جدا 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 في السوق المحلي وفي السوق العالمي. انا هكلمك عليه بالتفصيل. رقم واحد، مميزات المشروع، منها رقم واحد تحقيق الربح. اي حد بيدور على انه يفتح مشروع فطبيعي اول حاجه ممكن يفكر فيها هي تحقيق الربح. المشروع بيحقق ارباح كويسه جدا جدا، وهو في الحقيقه متوسط الربح من 40 ل 60%. رقم اتنين هو اكتساب الخبرات. في الحقيقه ان الشغلانه تفاصيلها كتير جدا، وانت بتكتسب خبرات كبيره جدا فيها. حتى لو انت كنت شغال فيها وعندك خبره، مع الوقت هتكتشف ان انت كل يوم بتتعلم حاجه. رقم ثلاثة هو توسيع دايرة علاقاتك، لأن أنت النهارده وأنت شغال في قطع غيار السيارات وفاتح محل أو فاتح مركز خدمة في محل جواه أو مخزن فيه قطع غيار سيارات، أنت بتتعامل مع كل طبقات المجتمع، بتتعامل مع كل الثقافات اللي ممكن تقابلها في حياتك من أعلى حاجة لأقل حاجة، وكلهم بتعاملهم. فأنت بالتالي بتوسع دايرة علاقاتك وبتتعامل مع ناس كتيرة جدا وبيبقى ليك علاقة بيهم مباشرة، وده بيفيدك في شغلك وفي حياتك عامة. استناني في الحلقة الجاية هعلمك ازاي تختار الماركة اللي انت هتشتغل فيها. سلام.